الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء، وفتح باب التوبة للمذنبين للرجوع والإنابة إليه، ووعد بالمغفرة عباده التائبين. فهو القائل سبحانه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة التحريم الآية 8. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الله به الخلق وأرشدهم به إلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. وبعد، أحبتي في الله، إن موضوعنا لهذه الحلقة إن شاء الله تعالى هو موضوع خطير لأهميته. إنه موضوع التوبة، وما أدراك ما التوبة. تلك الرحمة التي امتن الله بها على عباده المذنبين، فلا يقنط المذنب ولا ييأس من رحمة الله التي عمت السماوات والأرض، فقد فتح باب التوبة أمام كل عاص ومذنب، فقال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورة الزمر الآية 53. إن الإنسان بطبيعته مخلوق ضعيف، يرتكب الأخطاء ويقع في المحظورات ويقترف المعاصي والذنوب، وذلك نتيجة الغفلة وأكرر الغفلة التي تستولي على قلبه، فتحجب بصيرته ويزين له الشيطان سبل الضلال، فيقع فيما حرمه الله عليه. ومهما بلغ الإنسان من التقوى والصلاح، فإنه لا يسلم من الوقوع في الأخطاء ولا يعصم من المخالفات. فالمعصوم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذه الرحمة الربانية من رب البرية بعباده تتجلى في توبته على العاصي بعد عصيانه، والمذنب بعد اقتراف ذنوبه. فرحمته وسعت البر أي البر والفاجر، بل وسعت السماوات والأرض. فقال سبحانه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سورة الأعراف الآية 156. وفي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وأصحابه أما تضم طفلها إلى صدرها بكل عطف وحنان، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أي أترون أن هذه المرأة يمكن أن توضع ولدها وترميه في النار؟ قالوا: لا والله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أخرجه البخاري. ومن رحمته سبحانه وتعالى فتح باب الأمل أمام العاصين والمذنبين للتوبة والرجوع إليه سبحانه، فلم يكن الذنب مدعاة للتمادي في الذنوب، أي أن الذنب لم يكن مدعاة أن نتمادى في الذنوب ونسرف على أنفسنا، ولم يكن لاقتراف ذنب ولم يكن الذي اقترف ذنبا أن يغلق باب الرحمة عليه والغفران إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم. ومن هنا ندرك كرم الله سبحانه وتعالى ومنه على عباده بالتوبة عليهم في هذا التوقيت الخاص، بل هو سبحانه يتوب عليهم كل ليلة أو يوم. وفي شروط التوبة، وهذا هي المهم وأرجو من إخواني أن يأخذوها بعين الاعتبار، وفي شروط التوبة يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدم فلها، أي أن هذه الشروط التي سنذكرها الآن هي 3 شروط تتعلق بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان العاصي اقترف ذنبا يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولم يتعدى على الآخرين، فهي تتحقق فيه هذه الشروط، وهي: الأولى أن يقلع عن المعصية، أي الإقلاع عن المعصية أن لا يرجع لها مرة أخرى. والثانية أن يندم على فعلها، يجب عليه أن يتحسر ويندم على تلك المعصية التي فعلها ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلم السر وأخفى. والثالثة أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا، وهي يعني العزم على أن لا يعود العاصي لتلك المعصية أو لذلك الشيء الذي فعله وهو معصية الله سبحانه وتعالى. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، أي أنه إذا اختل أحد الشروط من هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها فإنه لا تعتبر توبة، فإنه يعيد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4، أي أنه إذا مثلا المعصية أنه ظلم أحدا أو سبه أو شتمه يعني أو تكلم فيه بنميمة أو في الغيب إلى آخره، فهي 4 شروط. هذه 3 التي ذكرناها سابقا: أن يقلع عن المعصية، أن يندم على فعلها، أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا، وأن يبرأ من حق صاحبها. والرابعة هي أن يبرأ من حق صاحبها. ماذا يعني؟ أنه يرجع إلى ذلك الشخص الذي مثلا حدث معه مشكلة وأن يقول، أو الذي اغتابه مثلا، أو الذي شتمه في ظهره مثلا وهو غائب، أو تكلم في عرضه إلى آخره، أن يرجع إليه أو أن يذهب إليه ويعترف له بالشيء الذي فعله ويطلب منه السماح والمسامحة دنيا وآخرة. فإن كانت مالا أو نحوه رد إليه، أي إذا كانت تلك المعصية تتعلق أنه أخذ منه مالا أو قرضه مالا وعنده يمكن أنه يسدد دينه ولم يسدده ولعب عليه كما يقول، أي ضحك عليه وأخذ المال فيرده أو نحوه، أي شيء يعني مادي يرده إلى ذلك المظلوم. وإن كانت حد قذف ونحوه، أي قذف يعني مثلا تكلم في أهله أو مثلا شتمه أو قال ذلك منافق أو ذلك زاني أو إلى آخره ونحوه، مكنه منه أو طلب عفوه. مكنه منه أي أنه ذهب وأخبره بما قال فيه أو وطلب عفوه. وإن كانت غيبة استحله منها، أي إذا كانت غيبة ذهب استحله منها، أي طلب منه وقال له أني في اليوم كذا وأنا جالس كذا أو ماذا فإني اغتبتك وجئت لأطلب منك السماح. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، ليست فقط هذه التوبة ولكن من جميع الذنوب التي اقترفها التي عملها واقترفها في حياته. فإن تاب من بعضها صحت توبته، أي أنه إذا تاب من بعض الذنوب ولم يتوب من البعض الآخر فإن توبته صحيحة عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. إذن فإن التوبة
ضرورية وواجبة لمرضاة الله سبحانه وتعالى وللنجاة من عذابه يوم القيامة. أخي المسلم، إن العبد مأمور بالتوبة حتى الممات، أي مأمور بالتوبة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يموت. وإذا كانت التوبة طريق الطاعات والأعمال الصالحة فهي تفتح للعبد أبوابا من المحبة، فهذا الطريق من أسرع الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يسمى بطريق الصبر، يسبق التائب بها السعادة. فالتوبة التي يريدها الله منا ويقبلها عنا ويغفر بها لنا هي التوبة النصوح. ركز معي جيدا، التوبة النصوح أي أنها التوبة الصادقة المخلصة التي يبتغي أو يبتغى بها رضا الله سبحانه وتعالى. ليس أنه مثلا يقول أنا لم أكن أصلي فتبت إلى الله وأصبحت أصلي، لكن ليس تلك التوبة التي تبها إلى الله من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل مرضاته ومغفرته ورضوانه، لكن من أجل أن يرى الناس. ماذا يعني يرى الناس؟ أي أنه رياء. إذا ذهب مثلا يتوضأ ويذهب، يعني إن صح التعبير وبالدارجة تاعنا، يعني يشوفوني راني نصلي، لكن ليست لله سبحانه وتعالى وإنما للناس، حيث أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جاء أحد فدخل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بالمسجد، يعني اقتربت وقت الصلاة، فقام ذلك الشخص فصلى ركعتين تحية للمسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما انتهى من الصلاة قال له أعد صلاتك، أن صلاتك الأولى لم تكن لله سبحانه وتعالى، أي أن الركعتين التي صليتهما لم تكن لله سبحانه وتعالى وإنما كانت للناس، يعني به يرونك الناس على أنك تصلي وهكذا، ولم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. توبة يرافقها العزم الأكيد على تجنب الخطايا والذنوب. فمن يعني التوبة الصحيحة ألا يتوب الإنسان توبة ثم يرجع إلا إن شاء، يعني إلا فوق استطاعته أو ما شابه. فمثلا تاب اليوم غدا يعود إليها، يعني لا يجب على المسلم أن يتحمل، فهي صبر. مثلا شخص كان مثل ما يقولون عاشق للخمر، فإنه عندما يتوب من الخمر لا يتوب مثلا بالليلة وفي الصباح الباكر يذهب ويشرب الخمر، ولكن يجب عليه أن يصبر وأن يخالط الأناس الصالحين الذين يذكرونه بالله، فإذا غفل أو نسي ذكروه وهو كذلك يذكرهم، والله بالله المستعان. توبة يصاحبها العمل المخلص، أن يكون في ذلك التوبة الإكثار من الحسنات ومن الدعاء لله سبحانه وتعالى بالثبات، أن يسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ثبتني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا طاعتك، والعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وليست كما قلنا في السابق رياء، ألا يكون فيه رياء، ولكن تكون توبة صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ورضوانه. توبة تحدث تغيرات في حياة المسلم. فالتوبة أعزائي وإخواني، مثلا شخص لم يكن يصلي ويعلم أن الصلاة مفروضة وواجبة مهما كانت، حيث أن الصلاة لم يخبرنا القرآن الكريم ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لديها عذرا شرعيا مهما كان، ولو كنت مريضا على الفراش إذا لم تستطع، وهو يعني أضعف الإيمان كما يقولون، أن تصلي صلاة بعينيك إشارة فقط، أي أنها لا يوجد مثلا الزكاة إذا لم يكن الإنسان لديه مال فلا يزكي، أو الصوم إذا كان مريضا أو على فعدة من أيام أخر، يعني يفطر ذلك اليوم إذا كان مريضا أو لا ويقضيه مرة أخرى، أو إذا كان مسافرا فشرع الله سبحانه وتعالى له الإفطار بشرط احترام المسافة. كذلك الحج، من استطاع إليه سبيلا، فإن لم يكن له قوة جسمية بدنية، يعني شيخ كبير طاعن في السن ومريض بأمراض القلب والسكري إلى آخره والضغط وإلى آخره، ولم يكن لديه مال، يعني لا حرج عليه،
كذلك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ما لم يشرك به سبحانه وتعالى والعياذ بالله. أي مهما فعل الإنسان وأسرف على نفسه من ذنوب ومعاصي وشهوات، بمجرد يعزم النية ويتوب إلى الله توبة نصوحا خالصة ابتغاء مرضات الله وليس ابتغاء الناس، فإن الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل سيغفر له ويتوب عليه، بشرط أن لا يأتي مع ذلك الخطايا شرك والعياذ بالله، أو أن لا يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. فالأمة المحمدية أمة مرحومة بفضل الله وكرمه، الذي أنعم عليها برسولها صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين، الذي كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، فهو إمام التائبين الذي فضله الله وكرمه على الخلق أجمعين والأنبياء والمرسلين. ورسالة أخيرة إلى إخواني وأخواتي هي أن نتوب إلى الله، وأنصحكم وأنصح نفسي أولا وإياكم بالتوبة إلى الله والاستغفار من كل ذنب، إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فلا تنسون من صالح دعائكم، وإن شاء الله تعالى بمزيد من الحلقات إن شاء الله بالتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا اللهم ممن يقومها إيمانا واحتسابا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من المعتوقين من النيران، ولا تجعلنا من الخاسرين في هذا الشهر الفضيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح اللهم لنا آخرتنا التي إليها مآلنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل اللهم في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، 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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حنان يا منان اغفر لنا، اللهم يمن كتابنا واسترنا يا رب في الدنيا والآخرة ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واغفر لنا واجعله شفيعنا يوم القيامة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالحات أعمالنا، واجعل القرآن شفيعنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا، اللهم استخدمنا لنصرة الإسلام والمسلمين ولا تستبدلنا، اللهم ارحمنا واعف عنا وتب علينا وثبتنا يا رب على الصراط المستقيم. آمين آمين آمين. والصلاة وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.